مساء الخير يا رب، ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي مرق السبيناء. عندي هنا السبيناء غسلته بقى بس اثرمه، وعندي هنا حمص بنقعه. راح اخذ كمية من هذا الحمص، العفو سلقته طفيت عنه الطباخ من وقت حتى ما يطول الفيديو. وعندي هنا لحم، عندي اللحم واللحم هم تقريبا انسلق عندي. هسه راح ارفعه واحمسه بس اثرم عندي السبيناء، وراح نسوي مرق السبيناء ويا التمن. وهنا قليت اللحم والبصل، اخذت بصلايه وحده. هسه راح اضيف السبيناء فرمته. هنا راح اخذ واضيفه هنا بهاي الطريقة. راح اضيفه كله هنا، راح اقلبه ولحد ما يعني يقل حجم السبيناء. راح اضيف على ما يتسلق معجون الطماطة ونضيف الحمص ونشوف شلون راح يصير ويانا. هسه راح اغطيه واتركه لحد ما يقل حجم السبيناء ويانا. هنا ضفت حمص وراح اضيف 3 خواشي لو 4 المعجون راح اضيف. اشوف انا شقد محتاجه واقول لكم شقد ضفت. هنا ضفت ثوم وبصره، وراح اضيف بهارات جدر، قليل من بهارات جدر حتى بس شوي للنكهه، وملح وفلفل اسود. اللي ضفتهم، وراح اضيف مية السلق عليهم. اذا حابين تضيفون ماجي، فص ماجي للنكهه عادي. ضفت 3 خواشي ونص، خلينا نقول 4 خواشي او 4 ملاعق معجون طماطة او صلصة الطماطة. هسه راح اتركها تستوي يعني ونشوف شلون راح تصير مرقة السبيناء. راح انقع تمن ونطبخها سوية. هنا نقعت قلاصين ونص تمن، وهنا عندي الشعرية اقلب بيها. وهنا ضفت المي، راح اضيف مي مرتلوخ واخلي له ملح. الملح يعني انتوا تعرفون، لا مالح ولا فاهي. انا راح اخلي نص ملعقة اكل ملح او اقل، او نص خاشوقة شوي اقل. هنا نشف عندي التمن، وهسه نصيت عليه الطباخ. وهنا المرق مالتنا بعد ان شاء الله فد شوية ويكمل اكلنا. وهنا كمل غدانا على السبيناء مالتنا. وهاي الحكاكة مالت التمن شلون قلبتها وشلون صارت. وهنا سويت تمن ابيض، اللي حاب ياكل تمن ابيض ويا السبيناء. صار بهاي الطريقة طبخنا لليوم. يا رب ان شاء الله تعجبكم طبختنا لليوم، واذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو انزله. مع الف سلامة.